لو كان نقول لك باللي من اليوم ما كيش رايحه تزيدي تشري خبز تورتيا من برا ومكونات موجوده في كل دار، ومن قوه انه ساهل اللي عمرها ما دخلت الكوزينه راهي رايحه تنجح في هذا الخبز. ما عليك غير ديري جيم وابوني عند سارة كوك دي زاد وروحي نبداو في الوصفه ديالنا. يلا، عندي هنايا كاس ونص تاع حليب يكون دافي، نزيد لهم 4 كيسان تاع فرينه يكونوا مغربلين، مغرفه صغيره تاع السكر ومغرفه صغيره تاع الملح. ما تنساوش البنات ديروا حفظ للوصفه، راهو جاي الصيف تسحقوها بزاف. زيدوا 4 مغارف كبار تاع الزيت، قصدي 3 ماشي 4. نخلطوا كامل لي زانغريديون مع بعض، نطموا كامل هذيك العجينه ونروحوا نعجنوها بيدنا ولا بالبيتخا 5 دقائق. هذا ما كان. بعد ما عجنتها لمده 3 دقائق برك في البيتخا، نشوفوا الشكل تاعها كيفاش ولا تجي طري وملسع. نخليها تريح واحد 10 دقائق لو طون لي نوجد الطاجين تاعي نديروه يسخن، ونروح نقطعها كيما راكم تشوفوا. انا درتها على 10 كويرات ولا كوريات. المهم سقموهم هكا مليح بيدكم وغطوهم باش ما ينشفوش، وبداو تحلوا بالزوج. شوفوا، حلوا العجينه الاولى، ادهنوها بالزيت، زيدوا رشوها مليح بلا فاغين، وزيدوا فوقها العجينه الثانيه هكذا باش تحلوا كل زوج على خطر. هنا شوفوا حلوها رقيقه 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 قد ما تقدروا، ما تخافوش ماهيش رايحه تقطع. والفرن يكون سخون، الطاجين تاعكم سخون. نبدا غير نقلب نقلب نقلب، ما نخليهاش في جهه واحده طول حتى نتحصلوا على هذه النتيجه. يبداو يديروا فقاعات، يتنفخ الخبز تاعكم، غير تنحوه بالخف، ديروه في الطرشونه وداخل ساشي هكذا باش يبقى طري. ما تخلوش له يقيس، واحتفظوا به في كونجيلاتور، ووقت ما سحقيتوه تجبدوه. وهذه هي النتيجه النهائيه. لو كان نقول لك باللي من اليوم ما كيش رايحه تزيدي تشري خبز تورتيا من برا ومكونات موجوده في كل دار، ومن قوه انه ساهل اللي عمرها ما دخلت الكوزينه راهي رايحه تنجح في هذا الخبز. ما عليك غير ديري جيم وابوني عند سارة كوك دي زاد وروحي نبداو في الوصفه ديالنا. يلا، عندي هنايا كاس ونص تاع حليب يكون دافي، نزيد لهم 4 كيسان تاع فرينه يكونوا مغربلين، مغرفه صغيره تاع السكر ومغرفه صغيره تاع الملح. ما تنساوش البنات ديروا حفظ للوصفه، راهو جاي الصيف تسحقوها بزاف. زيدوا 4 مغارف كبار تاع الزيت، قصدي 3 ماشي 4. نخلطوا كامل لي زانغريديون مع بعض، نطموا كامل هذيك العجينه ونروحوا نعجنوها بيدنا ولا بالبيتخا 5 دقائق. هذا ما كان. بعد ما عجنتها لمده 3 دقائق برك في البيتخا، نشوفوا الشكل تاعها كيفاش ولا تجي طري وملسع. نخليها تريح واحد 10 دقائق لو طون لي نوجد الطاجين تاعي نديروه يسخن، ونروح نقطعها كيما راكم تشوفوا. انا درتها على 10 كويرات ولا كوريات. المهم سقموهم هكا مليح بيدكم وغطوهم باش ما ينشفوش، وبداو تحلوا بالزوج. شوفوا، حلوا العجينه الاولى، ادهنوها بالزيت، زيدوا رشوها مليح بلا فاغين، وزيدوا فوقها العجينه الثانيه هكذا باش تحلوا كل زوج على خطر. هنا شوفوا حلوها رقيقه 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 قد ما تقدروا، ما تخافوش ماهيش رايحه تقطع. والفرن يكون سخون، الطاجين تاعكم سخون. نبدا غير نقلب نقلب نقلب، ما نخليهاش في جهه واحده طول حتى نتحصلوا على هذه النتيجه. يبداو يديروا فقاعات، يتنفخ الخبز تاعكم، غير تنحوه بالخف، ديروه في الطرشونه وداخل ساشي هكذا باش يبقى طري. ما تخلوش له يقيس، واحتفظوا به في كونجيلاتور، ووقت ما سحقيتوه تجبدوه. وهذه هي النتيجه النهائيه.